هادو جبلين بينهما ردم من حديد ونحاس، تحتهم موجودة أكبر فتنة في تاريخ البشرية، يأجوج ومأجوج. ذي القرنين وأنه في دولة قرغيزستان، كان في هذه المنطقة يعني مطلع الشمس ومغرب الشمس. ومنهم اللي قال انه هو بين قرغيزستان وتركمانستان. بعد رحلة دامت 5 أيام في الحدود، وأخيرا هذا هو الجبل الأول ووراءه الثاني وبينهما الردم. مرحبا بكم في سابقة من نوعها، لقاء الصدفين الجبلين وفي وسطهم الردم. أنا متواجد قدام مكان تواجد يأجوج ومأجوج في قرغيزستان. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أن هذا المكان الذي تطلع عليه الشمس كان تطلع وليس لها ستر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هاتين القبيلتين لا يدان لأحد بقتالهما. كانوا مفسدين قبل ذلك وبعد ذلك يبقون هكذا، لا نريد أن ننتبه إليهم. عليك مصاب. زق اوب 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 اوب. داخل أغرب مستشفى لعلاج المخدرات. احذروا من تغيير القناة وشاهدوا الفيديو للآخر. فيديو اليوم راكم راح تفهموا أشياء كثيرة. صباح الخير من بشكك عاصمة قرغيزستان. أول شيء قبل ما نتوجهوا للجبال والحكاية ديالنا لازم نضربوا دورة لهنا في العاصمة مع صديقي منذر. لقد أنذر من أعذر يا منذر. نعم شيخنا. وين احنا متوجهين؟ إن شاء الله سنذهب إلى أكبر سوق في آسيا الوسطى، لا يوجد مثلها ولا في قزاقستان ولا في أوزبكستان ولا في تاجيكستان. من أولها إلى آخرها تعمر فقط يأخذ تقريبا يوم. كل مكان نروح له في آسيا يقولوا لي عندنا أكبر سوق. لا 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 لا، اكتب في جوجل. معلومات عن قرغيزستان أنها بلد كان تابع الاتحاد السوفيتي، لأنها لاصقة مع الصين بس ما عندها ولا علاقة مع الصين. هذا الجامعة أيضا بني في الاتحاد السوفيتي. شو قلت لي؟ أنه القرغيزستانيين يتكلموا كلهم روسي. نعم كلهم يتكلمون الروسي. أكثر الناس يعرفون الروسية أفضل من القرغيزية. وأمر ثاني، يوجد بعض القرغيزيين يتكلمون فقط روسية لا يعرفون القرغيزية. لماذا لا يعرفون القرغيزية؟ لا يوجد حاجة، كل واحد يتكلم روسي. بس أنتم تشبهون للصينيين أكثر من الروسيين. تعرف شيخنا أشكالنا كان يشبه الأوروبيين، كنا أصفر وأعيننا أزرق، ولكن بعدما تشينغيز خان هو قريب منا بعده أصبحنا نشبه الصينيين، أعيننا كذا. لماذا؟ غير النسل، غير الشكل شيخنا، غير الشكل غلبنا يعني. انتم متعودين تشوفوا اسواق، واذا قلت لكم سوق شعبي في قرغيزستان بلد واحد ما يسمع به يوم الاحد، راكم راح تشوفوا اشياء غريبه عجيبه. السوق كله بلي كونتينر مخدوم على شكل كونتينر، وهذا السوق يقول لك لازم لك اسبوع باش تكمله. كاش خطره شفتوا سوق النهايه ديالو غير معروفه، ممكن تمشي منه 50 كيلومتر ما فيش نهايه. حتى القرغيزستانيين الذين يعيشون طول عمرهم هنا يفقدون هنا يعني. الدخول موجود، الخروج غير موجود. معلومه على هذا البلد، انا كنت في كازاخستان وفي اوزبكستان، صح صدقوني من ارخص البلدان اللي تلاقيت معهم في حياتي لهنا، بحيث 10 دولار ممكن 3 ايام وانت تدور بها. هذا عمك؟ نعم هذا عمي. السلام عليكم. بس انت ما تشبه هذا، كيف عمو؟ يميل لشكله الى اخواله، فاهم؟ ليس من عروقنا نحن عروقنا نحن كلهم اسود. لون البني عند القرغيزيين هو لون الاصلي.
سليمان اليزدادي أستاذي الذي علمني العربية هو كان الجزائري. وين علمك؟ هون في قرقستان واحد جزائري يعلمكم العربية في المدرسة؟ معهد اسمه الفاروق، مكث هنا أكثر من 15 سنة، نال على الجنسية القرغيزية، كان له دور عظيم في تأسيس هذه المعهد. غير التدريس في المدرسة قام في جنب بناء المدارس، بناء المساجد والمستشفيات وغيرها. جزائري جاي لهنا يدرس اللغة العربية في قرقستان. شو حكاية سد يأجوج وماجوج في قرقستان؟ يأجوج الماجوج، نعرف معلومة العام عن سد يأجوج وماجوج أنه هنا في وقت ذو القرنين نفخ هذه كير الحديد وهم سدوا في بين الجبلين. أما هل هي موقعها في قرغستان أم لا؟ هذه معلومة مجهولة.